كيكة الكراميل مع الكريمة البيضاء رهيبة جدا جدا، 3 خطوط خلوا جدا جواها مهمة يا حبايبي. المهم هنا عندنا كاسة وحدة من الشكر، خليناها بالطاوة وخليناها على النار. راح نبدي نقلب بيهن، لازم على كيفنا وبراحتنا. أنا ليش سرعت الفيديو متابعينا؟ لأنه أريدن براحتي وعلى نار ناصية. طبعا هنا عندنا راح أضيفن الزبدة للشكر. الزبدة بحرارة المطبخ ضروري جدا على مود تكون دافية، لا هي حارة ولا هي باردة. وبنفس الوقت نصينا النار الزبدة متابعينا. وعندي لمسات كلش حلوة لهاي الكراميل، راح تشوفونها انتم. ضفت كريمة سائلة إلها، وراح أضيفن فانيلا مثل ما قاعد تشوفون، واضيفن شويه ملح. وهاي الفقره مالت الملح اذا ما تحبون تضيفونها عادي جدا، لكن انطاها طعم كلش طيب. جتكم حسوني بهذا الفيديو الحلو، وما شاء الله تبارك الرحمن شغل، وصارت الكريمه رهيبه جدا هي والكراميل. تعالوا حبايبنا نبلش. وين نروح النوب الجهه الثانيه اللي هي نجهز الكيكه. عندي 3 كاسات مال الطحين. قلت المتابعين اريد اسوي لهم الكيكه خطوه بخطوه على مود يستفادون. راح اضيفن هسه متابعينا البيكنج باودر، واضيف شويه ملح. حبايبي فقرة النخل مالت الطحين ضرورية كلش مهمة. ليش؟ لأنه تخلي الكيكة هشة واسفنجية مثل ما راح تشوفون انتم الكيكات مالتي. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا نخلنا المكونات كلهن وراح نخليهن على جنب. ضروري انتم اليوم يراد لكم نفس طويل، ويراد لكم ورقة وقلم وتكتبون ويا وحسوني. هسه نبلش بالخليط مالت الكيكة. عندي 3 حبات بيض، وعندي سكر باودر متابعينا شوفونا. طبعا انتم حسب الكمية، وضفت الفانيلا. وراح نبلش نضرب بيهن، نسويهن بحيث يصير لونهن ابيض. وراح اضيف لهن شوية من الزيت. شوفونا حبايبنا صارت الامور تمام. هنا ايش راح اضيف شوية من الكراميل، نص كوب تقريبا. لا تتقيدوا متابعينا وياي انتم بالكميه، انتم حسب الكيكه اللي تسوونها، لكن انا هاي الكميه اللي اريدنها. هنا أنا صار اتغير اللون، لكن شغل كلش حلو ومرتب وطيب رهيبه جدا. عندي هنا كريمه سائله مثل ما قاعد تشوفون متابعينا، موجوده هنا بالمحلات. اي كريمه سائله اضيفوها الها. هسه راح نضيف الطحين شويه شويه على كيفنا، على مود الخليط يتمازج كله سويه. ما شاء الله ضروري متابعينا الفرن يكون حامي على 180 درجة. شوفوا لنا متابعينا هنا صار جاهز. ما شاء الله. طبعا متابعين على فكرة مو وحدي أنا بالمطبخ، ما شاء الله كل إحنا قاعد نساعد، والشغل حلو صار، وتونسنا وضحكنا وسولفنا. وبوقتها كانت لعبة طالعة، فكلش حلو. كل ساعة أقول لهم ماما على كيفكم صوتكم، قاعد أسجل. هنا أنا متابعينا عندي الزبدة مثل ما قاعد تشوفون، وهي حرارة المطبخ مثل ما قلت لكم. انتم سووا مثل ما اقول لكم ان شاء الله على مود حتى يطلع شغل مضبوط. هنا أنا الزبدة ضربناها وضفت لها سكر باودر مثل ما قاعد تشوفون، وسويتها بالمضرب. صارت سموثي متابعينا كلش سائله. بعدين ايش راح اجيب لها نوع من الجبنه، اي جبنه انتم تردونها بكيفكم الموجوده بالبيت. راح اخلي هاي. طبعا هنا أنا عندنا الكريمه البيضاء متابعينا، الكريمه البيضاء. قمت اسولف بالفصحى. المهم لانه الفيديو كلش طويل، فلازم انا اوصل لكم المعلومه. ما شاء الله. لايك واشتراك وتفعيل الجرس يا أجمل متابعين. هنا أنا حبايبي عندي كريمة أنا باقي عندي بالثلاجة، ضفتها وياها وصارت جاهزة. تخلصون من عندها متابعين تخلوها بالثلاجة ضروري، لا تخلوها بالمطبخ، لأنه راح تأثر وتصير سائحة منين؟ من الحرارة المطبخ. الكيكة صارت جاهزة حبايبي. الروائح مالتها كلش طيبة، وطعمها كلش طيب ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا ما شاء الله تعاوننا وقصينا الكيكة. بسم الله الرحمن الرحيم. والروائح يقولوا لي ماما يلا شو وقت تخلصين. وهنا ضفت هذه الطبقة مالت الكريمة، وراح أضيف إلها قسم من المكسرات، أو ما تردون تضيفون المكسرات. طبعا هنا أنا محضرين الشاي مالتنا ما شاء الله تبارك الرحمن. المرة بالنعناع سويته أني، ومثل ما قاعد تشوفون طبعا كل احنا مساعدين، والشغل صار كلش حلو، والقعدة حلوة، ويا رب يديمها علينا وعليكم وعلى الجميع.
اللهم آمين يا رب العالمين. المهم كملنا الكيكة مالتنا، وهسه راح أضيفن المكسرات. أي نوع المكسرات أنتم تضيفون، لمسات كلش حلوة راح تصير. طبعا الطبقة الثانية مثل ما قاعد تشوفون ضروري متابعينا تكون الكيكة باردة، يلا تضيفون الكريمة لأنه راح يخرب الشغل مالتكم كله وتقولون محسوني ما قالت لنا. فهنا مثل ما قاعد تشوفون الكيكة لازم تكون حبايبي تكون باردة، والكريمة تكون بالثلاجة مخلينها على مود حتى شنو ما تسيح عندكم الكريمة. طبعا هنا شوفون الشغل هذا المرتب، طبعا كيكة مالت محلات. وكملنا الكيكة مالتنا وجينا للنهاية. طبعا على المعلومة متابعينا، هواية ناس راسلوني قالوا محسوني تسوين أكل أو تسوين حلويات حتى لو إحنا نجي للبيت وناخذن. أنا فعلا اعتذرت لأن وقت ما عندي، ولو أني فعلا أوصل وأسوي أول شيء أخليه هاي الكيكة متابعينا بالمنيو مالتي. لكن الحمد لله والشكر نرجع للوصف مالت الكيكة. حبايب الكيكة صارت اسفنجية، شايفين الكراميل متابعينا، أنا ضفت له خيط من الملح، كلش طيب الطعم وما راح يوصل الوصف لكم إلا تجربونه وتشوفون هاي الطريقة. أتمنى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وتتابعونا حبايبي على الفيسبوك وتتابعونا بالتيك توك، وإن شاء الله القناة مالتنا راح توصل بفضل الله ووجودكم متابعينا. شوفون الجمال ووي استكان الشاي والنعناع، روعة حبايبنا. إن شاء الله تسوون شير لكل الأصدقاء، ونجيكم في فيديو جديد وحلقة جديد يا أجمل متابعين.